سلام، إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. اليوم جبت لكم وصفة السفلي. وصفة هذه تطيب غير في الفرن تاع البيتزا. عندي هنايا 500 جرام فرينة. 500. إذا كنت مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة ليوصلك كاع جديد. حطيت هنايا 2 ملاعق كبار تاع حليب غبرة، ومن بعد نزيد لهم هنايا عفوا نزيد لهم هنايا ملعقتين خميرة الخبز، وملعقة صغيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، وملعقة سكر. بهالطريقة ونزيدلهم هنا فانيك ملعقة سكر. بعد ما نحط كامل هذا المكونات هنا، حطيت كاع المكونات، حفرت حفرة صغيرة باه نحط فيها حبة بيضة ونص حبة بيض عفوا، وكأس شاي تاع شاي زيت، وندمجوهم كامل بيدينا، يعني نبسسوهم وندمجو كامل المكونات مع بعضهم حتى يولوا على شكل بودر. بعد ما دمجناهم كامل نجو نحطو ماء دافئ بالتدريج ونليمو كامل، وكي تتلايم لازم تكون طرية ثانيك وشوية تلصق في اليد بهذه الطريقة. وبعد ما ليمناها كامل حطينا هنا ملعقة كبيرة زبدة، وندخل الزبدة مليح في العجين ونخلوها تخمر بهذه الطريقة. راني نليم فيها. بعد ما خمرت انا هنايا قسمتهم الى كويرات. بعد ما خمرت قسمتهم الى كويرات صغار. قسمتهم مرة ربع. قسمهم هنا على 7 حبات، وانتم كما تحبوا تقسموهم 4 حبات يكونوا كبار، 5 6، كما تحبوا. ايه، وانا درت لهم فرينة بس كانوا شوية يلصقوا، ونكورهم كامل ونحطهم يخمروا للمرة الثانية باش نقدر نحلوهم في الحلال. بعد ما كورناهم كامل نجو هنا، كنت طرحت هنايا وحدة وحطيتهم ودرت عليهم الصحن بهذا المتوسط، يكون متوسط الحجم، ونحيت الأطراف كامل، أطراف الزائدة، وتحشو كامل واش تحبوا. أنا شي طوماط ودجاج والشيدر، نتوما بأي عندكم في الدجاج عندكم طون السلق كيما تحبوا، حشو اللي يساعدكم. هنا بعد ما كملناهم كامل بهذا الطريقة، هنا كما تشوفوا طيبتهم هنا في الفرن تاع السعادة، يعني تاع البيتزيريا. بهذه الطريقة بعد ما طابوا جو هنا خفاف وقاع طابوا، وتحبوا تاكلوهم مع الشوربة في رمضان. وأنا كنت قسمت لكم حبة وجات فارغة من الداخل، وهي بصحتكم.